حضرتك نازله ليه النهارده؟ عشان الحريه والاستقلال وعايزين احنا نعتبر كده كاننا عدوان اسرائيلي، مش مصريين في مصريين. اللي بيحصل في فلسطين والاسرائيل مع الفلسطينيين، انما هنا مصري مع مصري ازاي؟ ما ينفعش. احنا مش عايزين حاجه، عايزين حق البنات اللي اتبهدلت وامهينا فعلا. يعني احنا محتاجين الناس تقف معانا، انما في ناس في العباسيه وناس هنا ده بنزلنا في العباسيه عشان ايه؟ لا طبعا كل واحد حر. بيأيدوا المجلس العسكري. بيأيدوا المجلس العسكري. احنا بنقول ايه؟ المجلس العسكري يرحل مش الجيش. الجيش دول ولادنا. ايه الفرق بين المجلس العسكري والجيش؟ المجلس العسكري اللي بيحكمنا احنا، انما الجيش ده ولادنا واهلنا اللي بيحرسونا وبيحمونا، ده المفروض. انما ما ينفعش ينزلوا يضربوا الشباب ويضربوا البنات ويهموهم، ما ينفعش. البنات المحترمات اللي بيقولوا عليهم كلام مش بيقولوا نزلت ليه؟ هنا دكتوره ميدانيه. نزلت ازاي؟ دكتوره ميدانيه بتعالج المصابين. غلط ان هي بتعالج المصابين. بيقولوا كانت لابسه العبايه على اللحم. لا دي لابسه بلوفر ولابسه بلوزه تحتيه. البلوفر ربنا سترها وحماها. البلوفر جه على وشها والبلوزه من تحت اتفتحت، انما ربنا سترها ان وشها ما بانش عشان الناس كلها ما تشوفهاش. جاب الفرشه كلها ليه؟ كوتشي ايه اللي هو لابسه؟ ولو لابس كوتشي دي لما بتبقى واحده نازله مش في ناس بتقول ده راجل ومتنكر وهم كانوا بيعملوا في كده. راجل متنكر؟ لا حاجه ليه؟ ما شافوش المعالم. لو راجل متنكر مستحيل، ده مستحيل. يكفي هي البيت راجل دي بمليون راجل، دي كتير مليون راجل. البنات كل بيت نزلت في الشارع وانضربت بمليون راجل. الرجاله القاعده في البيوت ما بتنزلش. لو اي واحد امه اخته حصل لها كده، لو هي ماشيه في الشارع حصل لها كده هيكون مش فاهمين. تقولي ايه للناس اللي قاعده في البيوت؟ خليهم قاعدين، ولما ان شاء الله كده ربنا يكرمنا ونبقى دوله، لما ربنا يكرمنا باذن الله ونبقى دوله مدنيه مش عسكريه 60 سنه، هننزل بقى وهنسقف واحنا عملنا الثوره. هنفضل 100 سنه مش هيحصل لنا حاجه. ما هو زي ما احنا كده. الاخوان والسلفيين قالوا من الضباط اللي احنا علمناهم بفلوسنا بيضربونا بيموتونا. اللي كانوا بيجروا عليها من بفلوسنا احنا فلوس المصريين. الكراسي اللي بيجروا عليها من عشرات السنين خايفين على الكراسي دلوقتي. ده اللي اقدر اقوله.